السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا زي ما انتم شايفين النهاردة الفيديو هنعمل مع بعض الشكال. طبعا انا اول مرة اعمله على القناة معاكم. هنعمله بطريقة حلوة جدا وهقول لكم ازاي تشتريه، وفي نفس الوقت هعلمكم ازاي تقشيره. زي ما انتم شايفين ده الشكال. اهم حاجة تجيبيه ده نوع من انواع القشريات، بيبقى زي الكابوريا وزي الجندفلي وكده، بس لا علاقة له بالجمبري. ده ملهوش اي علاقة. لو لقيت اي بياع بيقولك ده نوع من انواع الجمبري، البياع ده ما عندهوش ضمير. خدي بعضك وامشي على طول. وتاني حاجة سعر، ولا حد يقولك 70 و80 والكلام من ده، هو بكتير 30 جنيه. يعني انا ده الحجم زي ما انتم شايفين، الحجم الكبير ده جايبه ب20 جنيه. اهم حاجة لما تجيبيه لازم تغسليه كويس جدا، لازم تكون المية جارية وتغسليه كويس جدا عشان بيبقى في مليان تراب او طينة. او زي ما انتم شايفين بيبقى حجمه كبير كده عشان خاطر تعرفي تطلعي منه لحمه. كون لو جبتيه رفيع صغير كده ما بتعرفيش تطلعي منه لحمه خالص. او زي ما انتم شايفين حجمه بالشكل ده. هنعمله باذن الله بطريقه حلوه جدا، وهقولك ازاي تطلعي منه شوربه حلوه جدا. او بعد ما غسلته خالص ومصفياه، جبت هنا معايا بصلايه، قرن فلفل حامي، كام فص ثوم، طماطمايه، وبشرت جزرايه، وقطعت ليمونه كده شرايح. دي بالنسبه لايه الخضار اللي هحطه عليها. بالنسبة بقى البهارات، حطيت عليها نص معلقة صغيرة كل من كمون وشطة وملح وكزبرة وسنة كركم. طبعا جبنا الحلة هنا بعد ما غسلناه وصفيناه، جبت الحلة فاضية مفيهاش اي حاجة، وهرصه بالشكل ده. هنزله كله بالشكل ده، واروح جاية حاطة عليه الخضار زي ما انتوا شايفين كده. هو هنزل عليه بالخضار كله كده. كل ده بيديله طعم وبيطلع شوربة حلوة جدا. وفي نفس الخضار ده اعملي بالجمبري برضو حلو قوي زي ما انتوا شايفين. وهحط عليه البهارات كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد ما حطيت كله هروح جايه طبعا مش حاطه له ميه، هولع النار واحطه كده. وبعد كده ما اسيبه حوالي ربع ساعه، اروح جايه ماسكاه منططاه من الحله كده، او مقلباه زي ما انتوا شايفين منططاه. شايفين اللون اتغير بتاعه ازاي اهو. هسيبه بالشكل ده وهغطيه بالغطا. طبعا انا هنا مش حاطه له ميه خالص، هو منه هينزل ميته. ده يعتبر زي الأزازة كده، زي الجندفلي والكابوريا. ده ما يعتبرش وجبة أساسية خالص، عشان الناس ما تعملوش ده وجبة أساسية. زي ما انتوا شايفين هو طبعا استوى من الخضار منه فيه زي ما انتوا شايفين كده. وهنشوف مع بعض ازاي هنقشره، واقول لكم طريقة تقشير حلوة جدا وسهلة. اول حاجة بتجيبي الراس كده بتشيليها، وتروحي جايه على كل فاصل من الفواصل اللي هي في جسمها ده كده، هتروحي جايه ايه فصلها. هي طبعا لما بتستوي بتبقى طرية، فبتشيلها بكل سهولة اهو. زي ما انتوا شايفين تطلع بكل سهولة ازاي اهو. بدأ اللحم يبان اهو. اهو بعد كده بتروح جايه ضغط عليه زي الكابوريا، وتروح جايه واكلاه اهو، او تروح جايه شايلها خالص. طبعا في كميه فسفور عاليه جدا. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبتكم الطريقه لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم.